وغادي نبداو بالعجين على بركة الله. غادي نحتاجو فيه 3 ديال الكيسان ديال الفرينة اولا الدقيق الابيض بطبيعة الحال اللي غربلته من قبل. وغادي نحتاجو ايضا الكاس ديال الفينو، دقيق السميد الرقيق ماشي ديال الحرشة. غادي نضيفو نص معلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نحتاجو كما شفتوا معايا 7 غرام ديال الخماره. وعندي هنايا بياض بيضه صفر خليته للدهن. وغادي نزيدو 2 معالق ديال الخل اللي كيعطينا واحد القرمشه بالنسبه للعجين. وغادي نجمع بالماء يكون شويه دافي. عندي هنايا كاس ديال الماء، وغادي نبدا كنضيف الماء شويه بشويه. وهنا عندكم الاختيار، يا اما تجمعوه يعني هكذا في العجانه، يا اما تجمعوه غير باليد ديالكم حيت ما غاديش ندلكوه مزيان. وهنا كما كتشوفوا معايا في الاول كيكون شويه خفيف، ولكن من بعد غادي يتجمع كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للعجينه ما كتكونش ثقيله، يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه، يعني كتلصق في اليدين. غادي ندهن العجين بشويه ديال الزيت، ومن بعد غادي ندير الساشي ديال البلاستيك نخليه يرتاح تقريبا 2 ديال السوايع اولا على الاقل ساعه. وبهذه الطريقه غادي تساعدكم العجينه يعني في التوراق اولا في الخدمه ديالها. وبطبيعه الحال النتيجه النهائيه كتجي زوينه بزاف. وعندي هنايا 2 حبات ديال البصله مقطعين كما كتشوفوا معايا رقيق. غادي نديرهم يتقلاو واحد شويه مع الزيت. وعندي هنايا 4 ديال الحبات ديال الخيزو، وعندي 4 ديال الحبات ديال القرعه. غادي نضيف شويه ديال الملح. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال الفلفله، غادي نحتاج شويه ديال السكينجبير، وغادي نحتاج الثوم بودره، وايضا القزبر المجفف حتى هو بودره. وغادي نحتاج شويه ديال الكوري، صراحه كيجي زوين في هاد الحشوه هذه. وغادي نضيف شويه ديال التحميره. وغادي نضيف كما كتشوفوا معايا شويه ديال الكفته. ومن بعد غادي نضيف واحد المكعب ديال الشعريه ديال الروز. صافي. المهم بالنسبه للشعريه درتها في الماء سخون واحد 5 ولا 6 ديال الدقائق. من بعد خليتها تستقطر مزيان وقطعتها بالمقص. وفي الاخير غادي نضيف
واحد 3 ديال المعالق ديال القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق. غادي نخلط مزيان وغادي نطفي عليهم البوطه. غادي نخلي هذيك الحشوه تبرد، وغادي نخلي الحشوه ديالي تبرد، وغادي نوجدوا هذه الخلطه هذه. عندي هنايا شويه ديال الزيت مخلط مع الزبده بطبيعه الحال مذوبه، ضفت لهم 4 ديال المعالق بومبي ديال النشا. وشفتوا معايا اخواتي العجينه من بعد ما ارتاحت صراحه كتجي اكثر من رائعه، كتعطينا الطوع في الخدمه. وغادي نقسمها ل5 ديال القطع كما كتشوفوا معايا. وهنا كما كتشوفوا معايا عندي شويه ديال الزيت، غادي ندهن اليدين ديالي وغادي نبدا كنكور الكويرات. نحاول انني نعطيهم نفس الحجم. غادي ندهنهم بالزيت وغادي نغطيهم بالسلوفان. كندهنهم بالزيت باش ما يديروش ديك القشره. صافي، وكنخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. عاد يعني عاد غادي نبسطهم اولا عاد غادي نورقهم. وبطبيعه الحال كنبداو باول وحده كما كتشوفوا معايا، هي اللي غادي نبداو نسرحوها. كتورقوا مزيان حتى كيبان السطح ديال العمل كما كتشوفوا معايا. وكندير هذيك الخلطه ديال النشا مع الزيت. كنطوي الجوانب بحال الا كنطويو يعني الطريقه ديال المسمن. كنعاود ندير شويه من الخلطه ديال الزيت والنشا وكنعاود نطوي كما كتشوفوا معايا. ونعاود ندهن بالخلطه ونطوي بهذه الطريقه. وكنكمل بنفس الطريقه. كنجيب الكره ديال العجين كنسرحها مزيان حتى يبدا يبان السطح ديال العمل كما كتشوفوا معايا. كندهنها بالخليط، يعني كنورق غير بالزيت ومن بعد كندهن بالخليط ديال الزيت مخلط مع النشا. من بعد كنطوي الجوانب كما كتشوفوا معايا، الطريقه باش كنطويو المسمن. دائما في كل طويه يعني كندير الخليط ديال الزيت والنشا.
كنجيب اول وحده شكلتها كما كتشوفوا معايا، كتكون ارتاحت مزيان، هي باش غادي نبدا. وحتى في هذه المرحله اخواتي كتحاولوا تورقوا مزيان مزيان باش يجيوكم مقرمشين، ما تجيكمش المملحه يعني معجنه وغليظه. وكنفرق المسمنه على جوج كما كتشوفوا معايا، كنحاول انني نقادها مزيان. صافي، وكنجيب الحشوه كما قلت لكم اللي كتكون بارده، يعني ما ديروهاش وهي حاميه نهائيا لانها غادي تبدا كتقطع لكم العجين.
وفي هذه المرحله اخواتي بغيتو تبسطوهم ولا بغيتو تخليوهم يعني هكذا كما بغيتو، لكم الاختيار. انا غادي نحاول نبسطهم شويه، ومن بعد غادي ندهنهم بخليط ديال صفار ديال البيض اللي كنت حطفت به، وغادي نضيف له واحد المعلقه ديال الحليب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب مهمه بزاف. غادي نشعل الفران على درجه حراره 250، يسخن مزيان. عاد ندخل الصينيه ديال المملحات الطيب، كنكون شاعله لهم من الفوق او من التحت، ولكن غير ندخلها الطيب كنطفي لهم من الفوق، نخليها شعل، نخلي البوطه يعني شاعله غير من التحت. كي ندخلهم يطيبوا نردوا على 200 درجه، نخليهم تقريبا واحد 8 ديال الدقائق، ونقص لهم على 180 درجه، نخليهم يطيبوا على خاطرهم. ومن بعد ما يطيبوا نشعل لهم من الفوق يتحمروا. هنا انا غادي نزينهم بالسانوج وغادي ندخلهم ديراكتومون للفران كما قلت لكم اللي كيكون مسخن مزيان من قبل.